You said no, 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 I said no, 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no, 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 I said no, no. الصراحة جيد عند وليد جيد أمور عادية يعني تنظيم عادي في حين أنني كنتفاجئ بواحد التنظيم يعني مستوى عالمي ما تنقولش لك وطني ولا قاري ولكن عالمي. هذه النقطة هذه لازم نشير إليها لأنه بفضل السي عبد الرزاق وكذلك يعني جميع الفعاليات في مدينة أسفل يعني هذا النيفو دورغانيزاسيون اللي قال هذه المرة في هذا الار بي بي يعني الصراحة تنقولوا شرف تبارك الله عليكم لأنه المبيت منظم بطريقة احترافية الريستوراسيون كذلك الترونسبور يعني لاصال كيفاش التنظيم ديالها زعما الصراحه يعني هذا الشيء ما تيخليك انك تفكر انه اذا كانت شي اقتراح ديال المدينه باش تنظم مباراه دوليه في الملاكمه بالنسبه لك غتجي في الدين ديال المدينه الاسفيه هي الاولى. No, 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 no. تنظم مدينة أسفي أول بطولة في الملاكمة الاحترافية. هذه البطولة هي التي ستبرز مجموعة من الملاكمين اللي غادي يولجوا عالم الاحتراف العالمي، وهذا التوجه نهجته الجامعة الملكية المغربية للملاكمة في نفس توجه الاتحاد الدولي، حيث هناك بطولة عالمية للملاكمة الاحترافية الفردية والتي تسمى باختصار APV، وكذلك عملت الجامعة الملكية المغربية للملاكمة على خلق هذه البطولة سميتها البطولة الوطنية للملاكمة الاحترافية l'APV. هذه البطولة كيشاركوا فيها ملاكمين لهم خصائص، يعني خاص على الأقل يكون مارس الملاكمة لمدة لا تقل عن 6 سنوات، ويكون عنده مجموعة من المقابلات لا يقل على 20 مقابلة، ويكون بطل على الأقل بطل عصبة. بالنسبة للملاكمين اللي غيشاركوا في هذه الأمسية اللي غتنظم بالقاعة المغطاة للكارتينغ بأسفي هم خيرة الملاكمين المغاربة، ومنهم ملاكم ممثل عصبة وجدة أنجاد، ملاكم ممثل عصبة بركان الناظور، ممثل عصبة الشاوية أليف، ملاكمين ممثلي عصبة الأطلس الكبير مدينة مراكش، وثلاث ملاكمين ممثلي عصبة الساحل الجنوبي. وكنخدم هو هذاك، وكنت مستوى التعليم كان الحمد لله يعني صراحه احترافي، ماشي هو اللي كان واحد التغيير كثير.
وكنشكر جميع المراكز المغربيه، وكنشكر جميع الاطر التقنيه لمدينه اسفي، والحمد لله الجميع ان شاء الله. ونتمنى ان هذه الامسيه ما تكونش الاولى والاخيره، بحيث ان الملاكمه عرفت واحد التطور على الصعيد الدولي وكذلك على الصعيد الوطني، وهذا التطور لمس المغرب في ابراز بطل عالمي اللي هو محمد الرابعي بوزن 69 كيلوغرام. وهناك طاقات كثيرة في المغرب وخاصة في مدينة اسفي اللي كنتمناو منهم انهم يوصلوا ان شاء الله العالمية ويمشوا في نفس درب محمد الرابعي.